السلام عليكم. فيديو اليوم ان شاء الله شباكيه مقومه مجهبه كتجي رائعه بزاف مع السر. كيفاش كتقطعوها كتجيكم هكا مقاده وصغيره وشاربه العسل، واخا تبقى عندك شهر كتكون شاربه العسل بلا فريكو بلا والو. السر زوين قليل تتحطو. بالنسبه للحلويات مع ذكر الثمن البايع، بالنسبه للمقادير تنحتاج كاس ديال اللوز يكون مطحون مزيان، كاس الزنجله مطحون، كاس اللوز، كاس الزبده نوازيط، كاس ديال ماء الزهر، كاس ديال الماء يكون فيه الزعفران شهرة، وضامه ديال الزعفران، نص كاس ديال الخل، وبيضه، كيلو ربع ديال الفورص خماره، مع قرفه، حبه حلاوه النافع، معلقه من كل حاجه. بالنسبه للمقادير غادي تلقاوهم مكتوبين في الصندوق ديال الوصف. بالنسبه لهنايا غادي نحط النواشف كاملين، كيلو ربع ديال الدقيق مع قرفه، حبه حلاوه النافع، معلقه كبيره من كل حاجه، خماره حمراء، ما كنديرش خماره ديال العجين، غير خماره حمراء بركه، كاس ديال الزنجلان، وكاس ديال اللوز، كلشي مطحون مزيان. بالنسبه للوز كنغربلو، اما بالنسبه للزنجلان راه تنقطعو مزيان، لان اللوز ملي يكون حبيبات راه كيقطع في العجينه. كندير النواشف كاملات، كندير الزبده نوازيط. بالنسبه للزبده راه كطيبوها حتى كتولي حمراء. كندير كاس ديال زيت العود. بالنسبه للزيت الا بغيتو ديروا كاس كامل، الا بغيتو ديروا نص كاس ديال زيت العود، نص كاس ديال ليسيور. صافي كنبسبس مزيان هاد الخليط كما كتشوفوا. بالنسبه للنافع وحبه حلاوه القرفه ضروري تغربلو مزيان، وعبروا معلقه كبيره بومبي. صافي كنبسبس مزيان هاد الخليط كما كتشوفوا. بالنسبه لنوعيه الزبده اللي استعملت، انا استعملت الزبده ديال العبار اللي كتباع الكيلو، هي اللي استعملت هنايا. كنبسبسها مزيان كما كتشوف بحال هكا، وتنحكوها، تنحك ديك اللوز والزنجله اللي باش يدخل في داك الخليط كامل، والزبده والزيت كندير بحال هكا. بالنسبه هنايا كنجمعو بكاس ديال الماء زهر، وتنكمل بالماء تقريبا. دخلت ليا شي كاس ونص تقريبا ديال الماء. صافي كما كتشوفوا من بعد ما حليت داك الطحين وبسبسو مزيان كندير فيه بيضه وحده. بالنسبه شحال من وحده كتقول لك بيضه البيض كيدير الكشكوشه في سميتو، كيدير الكشكوشه في الزيت. لا، اللي كيدير الكشكوشه في الزيت هو لاله حنا. خاصك ما تكتري سميتو، ما تكتريش داك الزيت كيولي يتحرق بزاف، يعني صافي راه بغا يتبدل. كتقلي فيه شحال من مره راه صافي بغا يتبدل. بالنسبه لهنايا راه ضفت كاس ديال الماء زهر، كاس ديال الماء ديال الروبيني، درت فيه الزعفران شاره، ودرت فيه ضويمه ديال الزعفران، وكنزيد عليه نص كاس ديال الخل، قريب ليه شويه نص كاس. المهم ديروا ربع كاس فايت بشويه. صافي هنايا ملي درت كاس تندير ليه كاسه، كنزيد ليه شويه مازال. المهم خاص العجينه تكون قاصحه باش تجيكم شبكيه رطبه، تجيكم هشيشه وزوينه. هنايا راه حاولت انني نجمعها، وجبت كاس ديال الماء باش انني نكملها ونعجنها كما كتشوفوا. ضروري البونيه خاصها تدلك مزيان وتكون قاصحه. هنايا كتجمعوها بحال هكا، وكتاخدوها فوق بلاصه فاش كتخدموا احسن وتدلكوها. بالنسبه للسر ديالها باش كيدخل هاد العسل، هو هاد كاين جوج اسرار. السر الاول هو هذا اللي انا كندير فيه دابا، غادي ندلكها مزيان وغادي نفرقها لربعه د الكويرات حتى لخمسه على حسب شحال من كويره بغيتي، وغادي نشكل فيها بحال الطريقه ديال المسمار. كتجي زوينه وسهله ما مكلفاش، يعني تجيكم سهله، لا طراق وهكا راه صعيب. لا، ما صعيبه والو، اسهل طريقه هي هذه. بهكا كتجي مبوقه وشاربه العسل. وكاين سر اخر ان شاء الله تنوصلوا في
كل مرحلة نقولها لكم باش تصدق معكم زوينة وشربة العسل. هانتوما بعد السر الاولى هي تدلك مزيان 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 وتقطعيها. ديك الساعة كنخل انا سميتو حتى كنقطعها بحال هكا وعاد كنخليها ترتاح. انا هنايا بحال دابا عجنتها بالليل الصباح تنديرها، فهمتوا؟ يعني تنقسم الخدمه، مثلا عجنتي في الصباح خدميها بالليل. انا هنايا ملي عجنتها نيشان قطعتها، درت فيها كويرات وسمنتها، درت فيها مسمنات وخشيتهم في الثلاجه صافي حتى الغد ليه وخدمتها. صافي هنايا كما كتشوفوا كندلكها مزيان 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 مزيان. السر ديالها هو الدليك، لين دا عجانه تخدمها في العجانه. اللي بغات تقرصها بحال هكا كيما كندير فوق بلون طرافاي ديالها. انا هنايا العجينه كنقسمها على 5، ممكن تقسموا على 4، على المهم شحال ما بغيتو، على 6 باش تحكموا فيها. انا هنايا تنقسمهم كيما قلت لكم، انا كنعجنها تنقسمها تندير فيها تنورقها، عاد كنخليهم يرتاحوا. ديك الساعه كتجيني ساهله. جميع المراحل راح حطيتها لكم في الفيديو، تابعوا الفيديو راه كله نصائح وغادي تصدق معكم بحال الحرفيات تبارك الله. تخدموها لطيوركم، تخدموها لكم، تخدموها لاي واحد، كتجي زوينه وشبكيه لا يعلى عليها، مقومه وهشيشه زوينه. بالنسبه لهنايا راها بلا دقيق بلا والو، تنخدمها بلا دقيق لان الشباكيه العجين الشباكيه قاصح كما كتشوفوا. هانتوما كيف كندير لها، كناخذ كويره بحال هكا كنسرحها مويه ما تكونش رقيقه بزاف، المهم غير مويه كما كتشوفوا. صافي بحال كندير بحال سكر مسمنه، تندوي هاد القنت وهاد الجنب صافي هانتوما بهاد الطريقه، هي بهاد الطريقه. كنستمر بهاد الطريقه حتى كنسمن هاد العجينه اللي عندي كامله. تندير بحال الشكل مسمن بهكا، كتجي منفوخه وكتجي شاربه العسل. دوك البواقات اللي كيكونوا فيها كيشربوا لينا داك العسل، وكتبقى لينا مده طويله شاربه العسل وما تتنشفش. هانتوما بعد ما ساليت هادوك كاملين، هو ديك الساعه كتحطوه في بيكا كتخليهم كيرتاحوا. بهكا كيجي ساهل عندكم تخدموها. صافي هنا كندخلها، راه ما كتطلق لا زيت لا والو، خاصكم ديروا غير قصحه كما قلت لكم، ما ديروهاش خفيفه رطبه بزاف. الا درتوها رطبه راه خصكم ملي تطرشوا الدقيق والماكينه كتلصق فيها هنايا بعد ما درت كل كويره بوحدها درتها في الثلاجه، لغت لي عاد خدمتها صافي باش كترتاح مزيان. هي قد ما ارتاحت تحسن. المهم اللي زرباني عليها تخليها غير واحد الساعه صافي. بالنسبه لهذه اغلبيه عنده اللي بغات الشباكيه تكون صغيره كدير غير هاد الخطوطه وتتحيد واحد من القنت. هذا راه كان فيها كما كتشوفوا حيدته. الا بغيتو زعما ديروها صغيره، الا بغيتو ديروا خمسة ديال الخطوطه خليو كما هي. الا بغيتو 4 ديال الخطوطه كديروا غير بحال هكا راه كتجي زوينه. صافي هنايا غادي نبدا بهذه. انا خليتهم صراحه ارتاحوا. بالنسبه للدقيق الا بغيتو استعملوه، الا كانت العجينه سميتو كتلصق. هنايا صراحه ما نحتاج كاع. صافي هنايا كندير فيها شريطات بحال هكا 4 ديال الشريطات، وكل شريطه تنقسمها على النص. صافي دابا تنحط وحده باش تنخدم كل وحده بوحدها باش كتجيني سهله. هانتوما
تنخدمها بحال هكا. كنعاونها بالتلاك. صافي تنخرجها في الماكينه، نرى الماكينه عاديه اللي عندي. صافي كناخد دابا هذه وكنرشم بها كما كتشوفوا. كنضغط عليها مزيان. انا تنحيد لها اليد، حيت ملي تديري فيها اليد ما تتجيش مزيانه صراحه، ما كتقطعش مزيان. انا راه درت غير 4 الخيوط، راه ساهله. كنجمع هاد الجوانب وكندورها. هي كيف كتجي صغيره وحلوه. يعني 4 الخطوط كما قلت لكم. الا بغيتو ديروا 5 الخطوط كتخليوهما، كتخليو ديك اللعيبه كما هي. ديك الجرار هانتوما كيف كتجي هادي يا سلام. بالنسبه للتشباكه ديالها راه ساهل. بحال درتي 4 الخيوط، بحال درتي 5 الخيوط، نفس التشبيكه تقريبا هي هادي. كنحط جوج فوق جوج تنجمع هادو. وتنجمع على الجناب. صافي هنايا كما كتشوفوا كنكمل بنفس الطريقه حتى كنكمل دوكا اللي عندي كاملين. هنايا راه كتكون العجينه تبارك الله مورقه، وضروري انكم تخلوها كتنشف. ملي كتكملوا اي طابه كملتوها كتحطوها مثلا في شي شرزوم ولا شي بلاصه كتضرب فيها الريح، ولا كتبيتوها ولا بيتوها احسن. المهم بحال المهم غير تنشف. المهم هي انكم تنشف. كاينه شي وحده مثلا عجنه شباكيه في الصباح وبدات كتورق بالليل وكدير وكتشبك، كتجي عيانه وكتكون حتى القلي ديالي ماشي هو القلي ديال الصباح. بالاحسن القلي يكون في الصباح. لذلك ماشي مشكل الا نشفات كتكون زوينه. حيت الاغلب ما تيبغيش يقلي بالليل حيت كتحرق. ما تيكونش فيها لون موحد. صافي هنايا الى هذا كتباني شي وحدين ما مقطوعاش، كنعاون بالجراره بالجنب بحال هكا تنقطع جوج الجناب. بالنسبه لهاد المعود اللي تنقطع ما تنديرش فيها سميتو، كنحطو واحد فوق واحد باش كيجيني ساهل انني كنخدمو. ما تنخليش حتى كيتعرم. اي هذا درتو كنحاول نطلقو. نتوما تنحط واحد فوق واحد وتنقلب هنايا الوسط. ساهله. احسن تشبيكه واسهل تشبيكه هي هذه. نتوما هي ايوا هذا شبكتها كنحطها في الطابه حتى تنكمل الطابه. كندير شي بلاصه فيها الهواء باش كتنشف. عاد كتقلى. ملي تقلات بحال هكا كتجي منفوخه وما كتبانش التشكيله ديالها. بالنسبه للعسل ديال الشباكيه راه خاصو يتخدم نهار قبل. ماشي حتى كتعجني الشباكيه وكديري عاد كديري العسل ومن بعد كتلحي الشباكيه نيشان في العسل سخون. لا، العسل الشباكيه ضروري ديروه قبل. ديروه ليله قبل، المهم نهار قبل، باش كتشوفي واش العسل هو هذاك، واش ياك ما خاصو الماء، ياك ما جاري، ياك ما عاقد بزاف، ياك ما تحجر. حيت الا درتو فيه الشباكيه وهو مازال ما طاب راه كيولي لكم الشباكيه كلها سكر من الفوق. لذلك ضروري انكم تاكدوا مزيان واش طيب مزيان العسل، واش هو هذاك. تخدموه نهار قبل. بالنسبه للعجينه ديال الشباكيه راه يكفيكم 2 كيلو ديال سنيده ولا داك قلب السكر مع لترو ديال الماء مع حامضه مع القرفه. الله يجعل البركه. صافي
صافي هادو تنصور في التشباك كما كتشوفوا، وتنجمع القناة بهذه الطريقه. بالنسبه لهذه 4 الخيوط كتجي صغيره، الا بغيتو ديروا 5 الخيوط كتخلوا ديك اللعيبه اللي حيدت في ديك الجراره كتخلوها باش ديروا 5 الخيوط. وبالنسبه للتشباك راه بحال هي كتجي ساهله. هو كنجمع جوج على جوج وتنقلب العجينه. تنحاول نحيد دوك الجوانب اللي كيكونوا في العجين من الجناب، حيت ملي تقلاو تيبداو يطيروا تيتحرقوا. هما كتحيدهم قبل. بالنسبه خليت لكم طريقه الشباك باش حتى اللي ما تتعرفش اول مره، ديما الفيديوهات ديالي مبتدئات تعلم مزيان. هانتوما الشباكيه كيف كتجي، راه خليتها تنشف. هذا مازال ما نشفتش، يلا كملتها. غادي نديرها دابا تنشف. هاي توا عمرها كنديها تنشف. صافي كنستمر بحال هكا حتى كنسالي دوك اللي عندي كاملين. دوك 5 ديال المسيمنات اللي درت، راه كل مسيمنه كنقسمها على 4 الخيوطه. كل خيط كنقسمو على جوج، يعني في التوتال كيعطينا 4 8. 4 في 4 8 4 4 في جوج 8. صافي كملت الشباك بهذه الطريقه. وبالنسبه للكشكوشه ديال الزيت كما قلت لكم في الاول ديال الفيديو، ماشي هو البيض ولا صفر بيضه ولا بلا بيض. الكشكوشه هي انك دليل على انك داك الزيت صافي عيا، داك الزيت كترتي فيه القلي، خاصو يتبدل. وبالنسبه للعجينه ديال الشباكيه بحال هكا راه يكفيكم تقريبا لتر ونص ديال، على حسب واش المقله واش موين ولا كبيره بزاف. المهم لتر ونص راه كافيكم انكم تقليو فيها الشباكيه. وبالنسبه للثمن البيع ديال هذه حاليا دابا اللي تنخدم 100 درهم بحال هكا صغيره 4 الخيوط. اما الا كانت 5 الخيوط 90 درهم بلا يجي البركه، ومخدومه بالزبده ديال العبار، ومخدومه هذا الزعفران الحر والزيت البلديه. هانتوما كما كتشوفوا انا كنخليها في الشرجم كتنشف، عاد تنقليها. هانتوما وهي مازال سخونه تنرميها في الزيت والعسل. ها هو الشباكيه كنرميها في الزيت تكون سخونه. ملي تنرمي الشباكيه كنقص من العافيه. بالنسبه للعسل ديال الشباكيه ضروري كيكون ثقيل كيما بحال هكا، كيكون ثقيل هكا، ماشي ديروه خفيف، حيت انا راه كنسخنو مازال. ملي كنديرو كيكون قاصح بحال هكا. وملي كنرمي فيه الشباكيه ضروري العسل باش تشد لكم الشباكيه ضروري كتسخنوه. واخا تبقى حتى شهرين 3 شهور عرفتي كتبقى فيها شاده العسل، كتجي زوينه. ضروري تسخنوه. راه كنسخن على العسل، عاد كنرمي فيه الشباكيه تكون سخونه، وكنخليها واحد الشويه كتشرب العسل. صافي ملي تتحمر لتحت راه تنقلبها. وهنايا راه كنخليها حتى كتكرم مزيان. تنخلي الشباكيه حتى كتنشف. ملي كتنشف كتكون زوينه وتتحافظ على الشكل ديالها. اما الا درتوها خضره
كتجي منفوخه وكتجي لان العجينه مورقه، كتجي منفوخه بزاف بحال كديفورما. كتنشف صافي وكطيبو. بالنسبه لهنايا العسل، راه عندي العسل سخون، تنحيد في المقله وتنرمي في العسل وتنخلط وتناخد العسل تنعاود نكبو من الفوق بحال هكا باش كتشرب العسل مزيان. انايا كنبقى نورك عليه بحال هكا وتنزل داك العسل وكنكبو فوقو. العسل كما كتشوفوا راه كيكون خفيف هكا لانني مسخناه. ضروري تسخنوا باش كيشد لكم مزيان في الشباكيه. ملي درتو عسل بارد راه تيجي هذا ملي تديروه في السطل داك العسل كامل كيكون في التحت، كيهبط لتحت. اما هادي راه تبارك الله ما تيحيد منها العسل لا والو، كيبقى العسل شاد فيها، كيبقى شاد فيها مده طويله. صافي هنا ملي تتشرب العسل انا تنخليه هانيت صافي. تنصفيها وتنديرها في الكسكاس تنكمل تاني عاوتاني الكميه اللي عندي تنهز ديك الكاميله كامله تنخويها في الكسكاس. صافي هنا تندير عاوتاني القليه الثانيه. تنحيد الوحده بالوحده، المهم على حسب كل وحده متى خطيتها كل وحده متى. وما تخليوهاش تحمر بزاف لان لا تحمرت بزاف راه صافي تحرقات والعجينه اصلا رقيقه، يعني غير شويه صافي تتحيدوها غير تولي صفراء ماشي صفراء المهم برتقالي تقريبا تتحيدوها. لانكم الا كثرتوا فيها الطياب وعسلتوها مازال كتزيد تعسل كيشد فيها اللون. وبالنسبه للتحمار القلي خلوه حتى الصباح حسن ولا بالنهار تيكون القلي زوين وتيبان لكم. اما الا كتقلوه بالليل والو غير كتعذبو صافي النص ديالها كيتحرق وما كتجي زوينه وما كيكونش اللون موحد. صافي هنا كما كنشوفوا راه كنصفيها وتنديرها في الكسكاس. هذه راه ديجا شاربه العسل تبارك الله شحال هي محطوطه في العسل. كنخليها تشرب مزيان مزيان. بالنسبه لهذا العسل يقد انا هنايا العسل تقريبا درت 4 كيلو سنيده. بالنسبه للعسل راني منزله في القناه، شوفوا الفيديو باش الطريقه كيفاش كيصدق العسل كيجي زوين ويشد في الشباكيه. انا هنا يقدني غير 2 كيلو سنيده، الله يجعل البركه يقدكم بركه. 2 كيلو سنيده انا هنايا درت 4 كيلو باش درت به هذا ودرت بها بريوات. المهم باش جيت ليا عاوتاني كندير انا قدره كندير فيها 2 كيلو دقه واحده، كندير 4 كيلو دقه واحده ولا 6 كيلو باش هكا كتهني ماشي كل مره كل سنيده ولا قلب السكر بوحدو. من هنا كتقتصدو في الغاز. صافي هنايا كما كتشوفوا بعد ما خليتها حتى سقطرات تنديرها في لي بواط. تنحتفظ بها غير في بلاكار بحال دابا الا بغيتي ديرها قبل رمضان كتسدو عليها غير في بلاكار، كتخلو غير تحت من البلاكار ولكن ما تحلوش عليها. اولا تحتفظ الا كنتو تحتفظوا بها مده طويله من الاحسن ديروها في الفريغو. كل بواطه صغيره تحشوها في الفريغو قسم ما بغيتو كتجبدوها بنص ساعه قبل وتحطوها ديكونجلا كتاكلوها كتجي صراحه فنه وكتكون شاربه العسل. نتوما كما كتشوفوا حتى التشبيكه ديالها كتكون زوينه وصغيره ومبوقه. نتمنى يعجبكم الفيديو وين الاعجاب ديالكم والاستحسان ديالكم. واللي مازال ما درت السفوفه هو كيجي صراحه مقوم وزوين غزال وللبيع 160 درهم. اللي مازال ما درتوش راه حطيتو في القناه ديالي ابداعات سلمى، كتبوا غير السفوف ابداعات سلمى غادي يخرج لكم الفيديو كيجي رائع بزاف. بالنسبه للثمن ديال البيع ابتداء ديال اللوز ابتداء من 90 درهم. الا كانت كبيره فيها 5 شريطات الا فيها 4 شريطات كتباع ب100 درهم. وإلا كانت هذه بالزبده سبيسيال وسميتو وزعفران شعره. اما الا كانت بالمارغرين حيت الثمن كيختلف المارغرين
وبضامة بوحدها، بضامة الزعفران بوحدها راه كيبقى ب80 درهم، والصفوف 160 درهم. وفي امان الله. بالنسبه لفيديو العسل والشباكيه، المهم معسل رمضان كيف القناه ديالي. اللي بغات اي حاجه كتكتب غير مثلا الصفوف ابداعات سلمى، الشباكيات ابداعات سلمى، بقلاوه ابداعات سلمى، راه غادي يخرج لكم الفيديوهات مشروحين وديال المبتدئات وديال اي وحده بغات تخدم دارها. الخدمه ماشي عيب. وفي امان الله، الى فيديو اخر ان شاء الله.